عمرك صحيت من النوم ولقيت حد بيهمس باسمك؟ المشكلة إنك لما فتحت عينك اكتشفت إن الهمس كان طالع من تحت سريرك. أنا اسمي يوسف وعندي 24 سنة. طول عمري كنت شخص عادي جدا، لا بشوف جن ولا بصدق قصص الرعب اللي الناس بتحكيها على الإنترنت، لحد اللي حصل معايا من حوالي سنة. بعد وفاة أبويا اضطريت أنقل أنا وأمي لشقة أرخص في عمارة قديمة جدا في اسكندرية. العمارة شكلها كان كئيب بطريقة غريبة، الحيطان متشققة والسلم ريحته رطوبة، كأن المكان متقفل من سنين. لو بتحب قصص الرعب الحقيقية والمرعبة، انت دلوقتي في قناة أحمد كلبالة. كمل للآخر لأن اللي جاي أسوأ. أول ما دخلنا البواب بصلي بصمت وقال: لو سمعت صوت تحت السرير بالليل ما تبصش. ضحكت وقتها وافتكرته راجل مجنون، بس الليلة الأولى خلتني أتمنى إني ما ضحكتش. الساعة كانت تقريباً 42 بعد منتصف الليل. صحيت فجأة على صوت خربشة، خرش خرش. الصوت كان جاي من تحت سريري مباشرة. فتحت عيني بالعافية والأوضة كانت ضلمة إلا من نور الشارع الخافت داخل من الشباك. حاولت أقنع نفسي إنه فار، لكن بعدها سمعت نفس واضح جدا، همس بطيء: يوسف. جسمي كله اتجمد. الصوت كان تحت السرير. قمت بسرعة وشغلت نور الموبايل ووجهته ناحية الأرض. مفيش حاجة، بس في نفس اللحظة وصلت لي رسالة على الموبايل من رقم غريب. فتحتها وكان مكتوب: ما تبصش تحتي. قلبي بدأ يدق بعنف. بصيت حواليا، كل حاجة ساكتة. حاولت أنام تاني، لكن بعد 5 دقايق سمعت ضحكة خفيفة جدا تحت السرير. تاني يوم سألت أمي إذا كانت سمعت حاجة بالليل. سكتت شوية وبعدين قالت: أبوك كان بيسمع نفس الصوت قبل ما يموت. ساعتها حسيت إن في حاجة غلط فعلا. الأيام اللي بعد كده بقت أسوأ. كل ليلة الصوت يقرب أكتر، خربشة، همس، ضحك. وفي مرة صحيت لقيت إيدي متدلية من على السرير، وحاجة باردة جدا لمست صوابعي من تحت. سحبت إيدي بسرعة وأنا بصرخ، ومن تحت السرير سمعت صوتي أنا بالظبط: يوسف، دخل إيدك تاني. من يومها بطلت أنام. فضلت صاحي 2 يوم كاملين، لكن الإنسان لازم ينهار في الآخر. وفي الليلة الثالثة غصب عني نمت وصحيت على صوت تنفس، مش تحت السرير، جنبي مباشرة. فتحت عيني ببطء ولقيت حد نايم جنبي على المخدة. كان أنا، نسخة مني بنفس وشي، بس عينيه سودة بالكامل، وكان مبتسم ابتسامة واسعة بطريقة مستحيلة. حاولت أصرخ، لكن النسخة التانية حطت صباعها على بقها وقالت بهدوء: شش، أمك فاكرة إنك مت من زمان. وقفت مفزوع، جريت ناحية أوضة أمي. فتحت الباب، لقيتها قاعدة لوحدها في الضلمة بتبكي، وبصت لي بخوف حقيقي: انت رجعت تاني؟ حسيت ان الارض بتلف بيا. قلت لها: انا يوسف يا امي. لكنها بدأت تصرخ صرخة هستيرية: ابعد عني، انت مش ابني. وفجأة سمعت صوت جري سريع خارج من اوضتي. رجعت ابص ولقيت النسخة التانية مني واقفة آخر الطرقة مبتسمة، وقالت: هو خد مكانك خلاص. النور قطع والعمارة كلها سكتت، حتى صوت الشارع اختفى.
بقيت سامع صوت نفسي بس، تنفس سريع مرعوب. وفجأة حسيت بإيد باردة ماسكة رقبتي من ورا، وصوت ودني بيهمس: تحت السرير، مكانك الحقيقي. صحيت بعدها الصبح، لكن مش في شقتي، كنت نايم تحت سرير في أوضة غريبة، وسامع صوت خطوات فوقي، وصوت شاب مرعوب بيقول: مين هناك؟ ولما بصيت من بين الخشب شفت نفسي عايش حياتي وسط أمي، كأن عمري ما كنت موجود أصلا. من وقتها وأنا محبوس تحت السرير، كل يوم حد جديد ينقل للشقة، وكل ليلة أهمس باسمه لحد ما يبص تحتي، ولما يعملها أطلع أنا ويدخل هو مكاني. لو صحيت الليلة على صوت جاي من تحت سريرك، ما تبصش، لأن اللي هيبص لك مش هيكون إنسان،